نحيي الكلمة مباشرة للسيد سليمان سعداوي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، معالي الوزيرة، السادة النواب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالمناسبة هذه اللي هي مناسبة عالمية اللي هي بالمعطى العربي البسيط هي حقران تاع فلسطين، أنا راني باغي نقول باللي أن البرلمانيين عبر الزمن، وأنا واحد منهم عبر السنوات، في برلمانات الدول الأوروبية، في إيطاليا وفي بلجيكا وفي طنجة وفي اسطنبول، قلنا اللهم إن هذا منكر، ونددنا بأمريكا وإسرائيل ومن يحدو حدوهم. هذه أمانة. حتى مسلمي البورما في 2016 أنا والناس واحد اللي دخلت عليهم في محافل دولية والأوروبيين حاضرين وأسمعناهم صوت البرلمان، ولكن المشكل يقع في أننا احنا هذا جهدنا اللي نقدروا نديروه درناه، ونددنا في عقر دارهم وقلنا اللي قلناه. ندخل معالي الوزيرة للموضوع وهو مشروع القانون اللي بين يدينا. أنا لقيت روحي كبرلماني بين أمرين: أسكو أنا راني ضد العصرنة، أسكو أنا راني ضد التنمية والتكنولوجيا؟ قطعا لا، ولكن أنا راني باغي نقول أقصد السلطة، راني نقول أقصد السلطة، لأنها أنا ماشي إلا اليوم راني ننتقد، راني نقول باللي القطاع هذا فاشل بدليل أنكم حقرتونا في الجنوب. مازال احنا نمشوا ما عندناش الهاتف الأرضي، وين راك طالع للسماء؟ لازم نقلعوا كيف بعضنا. قرى ما عندهاش وبلديات ما عندهاش الهاتف الأرضي، الله يلعن ابليس. وليدي حتى في برلمان تقطعوني. ماناش كيف بعضنا. باش نخمم معاك لازم تعطيني نفس الإمكانيات. وين راه التوزيع العادل للمناطق؟ الصوت راه مشكلة. السيد الرئيس، كاين صوت؟ راني نقول باللي هناك قرى نذكرها باش ما يقولش راه غيخيل. حنا بلديات يقول لهم بلدية مكاليس، بلقراد، تيوت، هذو كاع قرى، وفي مصافي بلديات ما عندهمش الهاتف الارضي في عالم الجيكات ولا الكات جي. القطاع هذا ما تتخيلش انت في الجزائر العاصمه ما يجيكش الفاتورات تاع التليفون وكي تخلصها في البرلمان التليفون ينقطع، تخلصها في البي تي تي تاع البرلمان تخلص التليفون وينقطع. في الجزائر العاصمه والبريه ما توصلش في بلاصتها في وقتها. كي تسموها انتم هذه؟ تسموها ضد العولمه ضد العصرنه؟ ما راناش كيف كيف. عندنا في دوارنا اصحاب ديرونجمون غير معهمش متكونين، الله ينعل ابليس. عندنا في دوارنا الجزائر العاصمه هذه اللي تحكم فينا تعطي لولادنا اوامر بواحد يقول لها لوردر دو كونستركسيون، وكي يقولوا لهم اعطونا الامكانيات ما يعطيهمش يزعقوا عليهم. ودايرين لهم مادرة السونتر ناجح يقلعوه ويحكي ركليونا سونتر واحد اخر. وبولايتنا يغيظنا الحال عليها واضربها على الجنوب. احنا عمركم ما درتونا ولايه بيلوت، ولايه نموذجيه. قال لك يا سيدي باللي هذاك الشعب قليل وما عندهش المال، وعلاه ما قلتوها لناش في الثوره كي عندنا الشهداء بزاف؟ يلا تحاسبوا تاريخ. واش ذنبنا احنا في علم الاقتصاد هذا؟ احنا رانا معمرين المناطق اللي فيها الفونتصابل والعقرب والناس تنعم في البحور. الدولة هذه لازم تشوف فينا. التنمية ما يمكنش الجزائر العاصمة والبلدان الكبار يفروا وحدهم، امبوسيبل، مستحيل. سلم وحرب
ما تقدروش تمشوا حدكم. وبالتالي الحكومه السلطه مطالبه صح فعلا بتقسيم الثروه كيفاش البترول في الصحراء قسموه هنا والافكار حنا ننتجوها.